السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هيا بنا إلى موجز الأخبار اليومية. تساقطوا مثل قطع الدومينو ماذا؟ بعد اعتقال حيتان الفساد بالعراق. بغداد قبل ساعات من بزوغ فجر الأمس الأحد لم تكن شوارع بغداد تشبه لياليها المعتادة. دبابات من طراز أبرامز ترافق قوات من جهاز مكافحة الإرهاب والجيش العراقي خلال مداهمات استهدفت منازل مسؤولين وشخصيات سياسية في الدولة العراقية. ومع أول زوء للصباح كانت الطرق المؤدية إلى منطقة الخزراء مغلقة، فيما انتشرت القوات الأمنية مدججة بالسلاح بمكافحة في محيطها، وشنت فجر الأحد قوة مشتركة تضم جهاز مكافحة الإرهاب والجيش العراقي وأجهزة أمنية مختصة بقضايا النزاهة حملة اعتقالات في مواقع عدة داخل المنطقة الخزراء، من بينها مجمع بغداد السكني الذي يقطنه مسؤولون ونواب في برلمان العراقي حسب ما ثم تداوله في مقاطع مصورة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي. وبعد ذلك شددت القوات الأمنية إجراءاتها وأغلقت عددا من الطرق المؤدية إلى منطقة الخزراء، وعلى غير عادة شوارعها امتدت طوابير السيارات قبل أن يعود الهدوء إلى الشارع في الظهيرة. وتبين أن العراق دخل واحدة من أوسع حملات ملاحقة المتهمين بقضايا الفساد منذ عام 2003 بعد تنفيذ أوامر اعتقال بحق مسؤولين ونواب وشخصيات سياسية بارزة استنادا إلى اعترافات أدلى بها وكيل وزارة النفط السابق عدنان الجميلي. وعادت ملفات الفساد إلى واجهة المشهد العراقي، وأثارت خطوة الاعتقالات تساؤلات عما إن كان يمثل بداية مرحلة جديدة في مكافحة الفساد أم أنها ستواجه المصير ذاته الذي انتهت إليه حملات سابقة. وأخيرا أشكركم شكرا جزيلا.